محدش اتولد وهو بيعرف ينظف، وخليكي تملي عندك امل ان انتي في اي حاجة فاشلة فيها هتبقي استاذة فيها في يوم من الايام. تعالوا بقى نصلي على الحبيب يا احلى اخوات ويزيدوا النبي صلاة، وتعالوا ندخل في الكلام التمام. وقبل ما ندخل في اي كلام، حط اللايك الجميل من ايديك الحلوة والكومنت العسل يا ست الستات. يلا بينا بقى، هقولك النهاردة انا هتكلم في الفيديو هقولك ايه، وهو اني انا هقولك ان احنا طول عمرنا كنا مفكرين التنظيف والترويق حاجة واحدة، بس قريبا جدا اكتشفنا ان الترويق حاجة والتنظيف حاجة تانية. ازاي يعني؟ احنا طول عمرنا عارفين ان هي الاتنين واحد. لا، هما الاتنين مش واحد. التنظيف يا ست الكل ان انتي هتقومي تشيلي الحيطان تنضفيها. طبعا مفيش حد بيشيل الحيطان بس، يعني هتمسحي حيطان وهتتعكي الحمام وهتتعكي المطبخ من فوق لتحت وهتتعكي السجاجيد وهتشيلي الدنيا تقلبيها وتجيبيها من فوقيها لتحتيها. ده اللي اسمه التنظيف. لكن الترويق اللي هو تشيلي الحاجات اللي مش في مكانها وتحطيها في مكانها. صح ولا ايه؟ هل انتم متفقين ولا مش متفقين؟ شكلكم كده قلتوا ان انتم متفقين. طب تعالى اقول لكم ازاي بقى نظبط حياتنا ويومنا، وازاي نظبط الترويق ويبقى اسهل من السهولة يا كتاكيت. اول حاجة الترويق ده، اول بيت بيبقى مكركب ليه؟ ان احنا طول الوقت حاطين حاجات مش في مكانها، وطول الوقت مثلا بنطلع الشاحن ونشحن ونرميه في مكان حر المكان المخصص ليه. طبقنا الحصير ومكسرين فحطينه على السفرة لحد لما نبقى نلمه، او حطينه على السرير او على الكرسي. جبنا المكنسة وكنسنا بس خلاص مش قادرة ان انا اشيلها. وهكذا الكوبايات مش في مكانها، الازايز، كل ده موجود في حياتك حواليكي. انت شايفاه بعينيكي، فانت كده شايفة كراكيب والدنيا مكركبة طول الوقت. طول الوقت حاسة ان البيت مش احسن حاجة، ومهما هتروقي فيه بدل الحاجة مش في مكانها فهي مش افضل حاجة. وعلينا برضو متفقين ان كل حاجة موجودة في مكان حير مكانها. لو ليها مكان فهي مش كراكيب. لو انتي اصلا في الطبيعي بتستخدميها وفي الاصل بتعملي بيها كل يوم، بس انتي مثلا بتطلعيها وبتنسي ترجعيها، فدي مش كراكيب مطلقا. الكراكيب الحاجة اصلا اللي انتي ممكن تقعديها بالاسبوع ما تستخدمهاش ولا تيجي جنبها وتقولي بكرة بكرة بكرة، وفي الاخر ولا بتعملي بيها اي حاجة ولا اكنها موجودة اساسا قصاد عينك. وممكن كمان لما تحتاجيها تنزلي تشتريها عشان انتي اصلا ناسياها. فبكده انتي بتعملي كراكيب كتير، وبالتالي ولا بتنضفي ولا بتروقي. ازاي يعني يا ام ياسين؟ خلينا متفقين، طول ما هي كراكيبك ياما في البيت طول ما هتبقى تنظيفك في البيت قليل، لان طول الوقت انتي بتلمي كراكيب وبتشيلي كراكيب وبتحطي كراكيب من مكانها في مكان تاني عشان تداريها. وفي الاخر البيت كله حواليكي هايس وكله تراب وكله عبار وكله عنكبوت وكله مش افضل حال من كتر الكراكيب اللي عندك. لكن لو بيتك مفيهوش كراكيب هتلاقي التنظيف والترويق اسهل بكتير. التنظيف ان انت لما هتيجي تنظفي حاجة مش مضطرة ان انت تقعدي تلملمي 6000 حاجة عشان تعرفي تنظفي. لا بالعكس، الحاجة كلها ليها مكان، فانا هرجعها مكانها. هقدر بقى وقت ساعتها ادعك السجاد، ادعك سيراميك، ادعك حيطان، ادعك ارضية، انضف ترابيزات، اشيل الحبار، اعمل اللي انا عايزاه عشان كراكيبي قليلة وكل حاجة وليها مكان. لكن لو كراكيبي كتير اكيد اكيد هتبقى تنظيفك في البيت قليل كتير. فمن هنا احب اقولك ما تتعبيش نفسك وتهلكي صحتك في كراكيب مالية حياتك على الفاضي. نظفي بيتك الأول من كراكيبهم ومن أي حاجة ملهاش لازمة تكون موجودة في حياتك. وقت ساعتها هتلاقي التنظيف سهل كتير والترويق أسهل بكتير. عشان الترويق انتي مجرد بتلمي كل حاجة وتحطيها مكانها، بتنضفي كده من على الوش، بتشحلي المكنسة كده من فوق الوش ودنيا تبقى تمام التمام. هتغسلي بقى مواعين، هتغسلي بوتاجاز، هتغسلي حسيل، كله تمام التمام. والافضل اول ما كمان ما تطبقي الحسيل ما تحطهوش في مكان حير مكانه، ابتدي رصيه كله في اماكنه. يعني وانتي واقفه في البلكونه طبقيه، وانتي بتطبقيه تقسميه، وبعد ما تقسميه تنادي كل واحد صاحب الحاجة بتاعته يجي يشيلها في مكانه. والحاجة اللي تحسك او تحس زوجك تشيليها وتحطيها في مكانها، وهيبقى كده الدنيا تمام التمام.
ولو عندك مكوى ومحتاجة تكويها، جمعي كل المكوى في يوم واحد، هتلاقي نفسك خلصتيها وبسرعة، وكله مترتب في الدولاب ومكوي وريحته حلوة ومنتعشة، وانتي ترويقك بقى في البيت قليل بكتير. لكن لو كل حاجة محطوطة في مكان غير مكانها، وانتي ما بتعمليش الحاجة يعني كما يجب ان تكون بتتعمل، هتلاقي نفسك طول الوقت كسلانة، وطول الوقت يعني مش عايزة ومش حابة. والترويق بالنسبة لي هم تقيل على قلبي، والتنظيف ده انا عندي هم كتير فوق دماغي. عايزة اقولك انتي اللي عملتي كده في نفسك. اول ما ولادك يكسروا حاجة وانتي واثقة ومتأكدة ان انتي مش هتحتاجيها حتى لو ثواني، ارميها. اول ما تحسي ان حاجة اتكسرت منك وانتي شايفاها ان هي ملهاش اهمية، ارميها. فكده ترويقك وتنظيفك هيبقى بالسهولة اللي بقولك عليها. لو انتي جيتي طول الوقت بيتك متكركب وفيه كراكيب بزيادة، هتلاقي نفسك تنظيفك هيبقى قليل بزيادة، وهتلاقي نفسك عبل ما تلمي كل حاجة عشان تحطيها في مكانها، عبل ما هتبقي خلاص طاقتك خلصت عشان خاطر تنضفي، هتلاقي اليوم كله خلص في لم الكراكيب. وبتبقى اكتر حاجة متعبة لما تكون الكراكيب ملهاش مكان اصلا نهائي، والمكان اللي انتي عاملاه لها اصلا ممكن في يوم من الايام تنسيه وتقعدي تدوري عليها. فانتي اتخلصي الاول من كراكيبك عشان ترويقك يبقى بسيط، وتنظيفك يبقى بسيط، وكل حاجة تبقى اسهل بكتير. ومن هنا انا عرفت ان الترويق غير التنظيف، وان التنظيف ليه قواعد والترويق ليها قواعد. الترويق قواعده اني انا احط كل حاجة في اماكنها، لكن التنظيف اني اكون كل حاجة في مكانها، ولما اجي انظف الدنيا هتبقى قدامي فاضية وعندي طاقة اني انا اعمل. لكن طول ما حواليا كراكيب هحس ان انا طول الوقت طاقتي السلبية كترت، وحالتي النفسية في ملل مستمر، وقرفانة طول الوقت من البيت واللي فيه، وياريتني اصلا ما قاعدة فيه. فحب حياتك، روقيها، نعنشيها، ظبطيها زي ما انتي عايزة فيها، زي ما انتي عايزاها تبقى هي ايه. ظبطيها كما يجب ان تكون. شفتي انا روقت وظبطت وهيأت ورشيت كل حاجة. الترويق معايا ما احدش ساعة. ليه؟ عشان كل حاجة في مكانها، كل حاجة ليها مكانها، مفيش كراكيب، مفيش دنيا دوشة حواليا. اي حاجة شفتها ملهاش لازمة رميتها على طول. اتعلمت من القديم، ما حطيتش قديم على جديد، وبقيت بقول يا ده يا دقي يا حرابي، يا ريتني ما كنت عملت كده في نفسي. فزي ما قلتلك، لو اتخلصتي من كل حاجة قديمة ملهاش لازمة، هتلاقي كل الجديد في احسن حال. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده يا احلى اخوات. خلصت بقى كده بيتي وعطرته وظبطته، وولادي قاعدين يذاكروا، وكل واحد قاعد في مكان حير التاني عشان ما وجعش دماغي، وده ضربني وده زقني وده حبطني وده احد ألمي وده احد جمتي، ووجع دماغ ملهوش لازمة. كل واحد مستقل بذاته، وكل واحد حاجته معاه، واللي واحد حاجته راحت يبقى هو اللي يستاهل اللي بيجراله. وانا دخلت المطبخ قلت بقى ابتدي يومي تمام التمام. ويحلينا كمان اقولك ان انتي لو ما تصحي بدري تلحقي يومك في البدري، هتلاقي كل حاجة ده تمام التمام. لكن لو صحيتي بدري ومسكتي الفون وقعدتي عليه وسرحتي في كل حاجة، هتلاقي نفسك اليوم خلص وانتي ما عملتيش حاجة، وتقعدي احسي عليك والنبي حزنبل يقولك اليوم خلص. فجوزك يجيلك كده بطلعته البهية ويقولك اليوم خلص، كنتي بتعملي ايه يا ست الكل طول الوقت ده؟ انتي كنتي فين؟ وليه تسمعك نفس الكلام ملهوش لازمة؟ فعيشي حياتك زي ما انتي حباها، ويظبطي بيتك زي ما انتي شايفاه. ولما جوزك يقولك سيبيها انا هتعامل فيها، سيبيها انا عايزها، قوليله انا مش عايزاها، حليها في مكانك يا اما تحليها في دولابك عشان انا مش محتاجاها. انا فلانة مش محتاجة الحاجة دي، انت لو عايزها اتفضل خدها. يبقى انتي اتخلصتي من الكراكيب بعيد عنك، وبقت هي في دولابه هو. فكده انتي هتعيشي مرتاحة ومبسوطة. تمام.
الله اكبر الله. كان في حبيبتي بقى كانت سألاني كمان على ايه الصابونه يا ام ياسين اللي انت بتغسلي بيها؟ حبيبه قلبي دي صابونه المواعين العاديه، في ناس بتعملها بالزيت في البيت والكلام ده كله، بس بصراحه انا عملتها مره وما كانتش احسن حاجه فما جربتش اعملها تاني. هي تقريبا ب5 جنيه، هي اللي انا بغسل بيها البوتاجاز، بجد مريحاني ومظبطاها ومهيئاها ومريحاني نفسيا وجسديا. وانتي هتشوفي، يعني انتي كنت شايفه البوتاجاز شكله ايه وهينضف هيبقى ازاي. وكمان في حبيبه قلبي قالت لي يا تمسحيه بالحل يا اما تمسحيه بملمع الزجاج، هتلاقيه بيبرق كده من النظافه. وانا فعلا عملت ده. هو ما عطانيش اللمعه اللي انا نفسي فيها او اللي انا نفسي اشوفها، بس بسبب اني هو نوعه كده، يعني هو بسبب اني الجزء اللي فوق ده بيبقى مطفي، مش عارفه ليه بامانه، يعني هو ده اسوأ حاجه في البوتاجاز ده. فمش مهم، يعني انا تأقلمت عليه خلاص وحبيته وهو حبني، يعني الاتنين حبينا بعضينا، فمش هزعل منه على حاجه تافهه، هشيل الوحش اللي فيه وهفتكر الحلو اللي هو بيعمله معايا. فاللي كانت سألاني ايه الصابونة فانا وريتها لك، هي صابونة بتتباع عند اي حد بتاع مساحيق، اي حد بيعمل صابون سائل وكرول والكلام ده كله. وفي منها كمان ب3 جنيه، يعني في منها ب3 وفي منها ب5 وفي منها ب10. فانتي جيبي اللي يريحك. انا عن نفسي دي اللي انا جايباها ب5، لان اللي هي ب3 سودة كده، في ناس قالت لي دي احسن من البيضة، فانا قلت المره الجايه ان شاء الله بس باذن الله دي تخلص هبقى اجيب السودة، لما اجيبها هقولك انها افضل معايا. بس كده، هو برضو يعتبر لمع، مش هقولك ما لمعش، بس ما لمعش باللمع، عارفه اللمعه اللي توجع العين دي انا نفسي فيها، بس هو ما عطانيش الايحاء ده. بس اكيد هو بيعمل ده، لان هي حبيبه قلبي قالت لي يا ام ياسين جربيه وبجد حلو كتير، هو فعلا فرق معايا، بس انا كان نفسي اشوف اللمعه اللي هي بتبرق ده، عارفاها هي دي. المهم يا ست الكل، مسحت بوتاجازي وهيأت دنيتي وحطيت، والبوتاجاز زي ما اتفقنا هو والرخامة تعامليه معاملة الطباق، اكنه طبق من الطباق اللي موجودة عندك في الحوض، يعني كل يوم تغسليه وتنضفيه، والجزء اللي جنبيه من الحيطان اللي باينة جنب البوتاجاز تمسحيها وتدعكيها، هتلاقي الدنيا طول الوقت عندك بتبرق كده، في نظافة، في ريحة حلوة. تمام، دي افضل حاجة بصراحة. بعد بقى ما نضفت وظبطت الدنيا وهيأت، دي الفاصوليا اللي انا كنت قايله لكم عليها فاكرينها في الفيديو اللي فات اللي انا عملت منها. كيلو وربع ب20 جنيه. وبصراحة اتفاجئت، لاني انا عندي في المكان اللي انا ساكنة فيه، عشان الناس بتقول المكان عندك رخيص، لا المكان عندي رخيص، ممكن تلاقيه في اللحوم، ممكن تلاقيه في الفراخ شوية، بس في الخضار لا. انا كنت سائلة عليها في المكان اللي انا ساكنة فيه، كان الربع ب7.5، الربع ب7.5، ووقت ساعتها انا اتصدمت اني لقيت الربع ب7.5، يعني النص بمقام كيلو، بسعر كيلو. فبجد ربنا يعيننا يا رب ويرحمنا. ف يعني المهم ان انا جبتها وعملتها معاكم، يعني النهارده كده دي هتبقى اكلتنا. بس الاكله دي موجوده في الفيديو ابو 50 جنيه، وشكرا جدا فعلا ان انتوا حابين الفيديو ده، وانا مبسوطه جدا ان انا بقدر افيد حتى لو 1%. بجد بتفرق معايا. تعالوا بقى اقول لكم انا هنا عملت ايه. انا هنا حطيت حبه صابون مواعين، بس يا ريت يكون تقيل زي ما قلت لكم عشان يمسك فيه ملح الليمون والكربوناتو. دي للناس، رجعت تاني بعد ما رديت على التليفون. المهم يعني ده للناس اللي عندهم طول الوقت الحوض مسدود وبيضايقهم ما بيصرفش الميه على طول. حطيتي ايه يا ام ياسين؟ حطيت صابون، حطيت ملح ليمون، حطيت كربوناتو. ده عارفين الليمون اللي انا سلقته، انا بحتفظ بالميه بتاعته، بس ما تقفليش الحطه عليه، يعني لما تحطيه شيليه في حته يكون بعيد عن ايدك، وما تقفليش الحطه، لان هو لما بتقفلي الحطه تيجي تفتحيه بيعمل زي قنبله كده، فما تقفليش الحطه عليه. المهم انا بحتفظ بيها، ساعات بعمل بيها كذا حاجه، مش ده بس انا النهارده استخدمتها اني انا قلبتها في عين الحوض. ولو ما عندكيش تحطي حل، يعني يا ده بس انا بحتفظ بيها، يعني منين ما بعمل بسلق ليمون باخد الميه بتاعته واشيلها على جنب واعمل بيها الحاجه دي، او ممكن اعمل بيها في الصابون كذا حاجه، بس اهم حاجه ما تقفليش الحطه عليها. ولو في حد عنده فكره ليها يقولها لي في الكومنتات، انا يعني ايه انا حباها. المهم حطيتها كده وسلكت الحوض وكبيت الباقي في قلب الحوض ومسحت بيه الحوض كويس جدا. بصراحه عطاله لمعه وعطاني ريحه الليمون قويه جدا في المطبخ، يعني حسسني ان المطبخ نضيف جدا. عارفه لما تحسي بريحه النظافه، انا حسيت بدي.
طبعا كان عندي مكوى، وانا اكتر حاجه بكرهها في شغل البيت، اكتر حاجه، بصي ما بكرهش المواعين، ما بكرهش الغسيل لان خلاص اتعودت عليه، ما بكرهش الكنس، الكلام ده كله بالنسبه لي اتعودت عليه. اكتر حاجه بكرهها هي المكوى، لاني انا عندي عقده منها، ما بحبهاش. مش عارفه بقى هل انا عشان اتلسعت منها وانا صغيره فربت لي عقده، ولا انا عشان انا ما بعرفش اكوي اساسا فبحاول وكل مره بجتهد وبجتهد وبجتهد وبرضه بفشل، لان جوزي ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. ف طول الوقت بحاول وبفشل، وفي طول الوقت هو بيقول لي مش كده كده ويعلمني، وانا برضو يعني انا رافضه ان انا اتعلمها، مش عارفه ليه. قولوا لي بقى انتوا ايه اكتر حاجه في حياتكم في البيت، في شغل البيت ما بتحبوهاش؟ انا عن نفسي الكوي ما بحبوش نهائي نهائي نهائي. فانتي لو معايا لحد دلوقتي في الفيديو فقولي لي اكتر حاجه انتي بتكرهيها من شغل البيت، وايه السبب لو عندك سبب ليها. المهم يعني برضو مش هنعمل عركة على قميصين، نكويهم والسلام. هو ما بيعجبوش العجب، بس مش مهم برضو ايه نرضيه، يعني ايه ما نحاولش نزعل. احط قمصانه كده، وزي ما قلت لكم الحاجه اللي بتتكوى حاولي تلميها كلها مره واحده واكويها مره واحده. عارفه ان الافضل ان انا اكوي على ترابيزه المكوى، بس انا ترابيزه المكوى ناسيها في البيت القديم، فان شاء الله باذن الله لما اروح اجيبها هكوي عليها. لحد وقتنا هذا انا ما جبتهاش، فبكوي على البوفيه، ودي مريحاني بصراحه لان هو عالي وانا واقفه، فالموضوع بالنسبه لي اريح. اللهم صل على الحبيب. انا كنت اقول لكم حاجه تانية ونسيت، مش مهم مش مهم. المهم كده كويت وظبطت الدنيا وهيأت الدنيا، وقتها كنت الاكله على النار، الاكله اللي انا عملتها اللي هي الفاصوليا والرز، ودي اكله هنيه تكفي 300، كله مد ايديك اكله واتحسبت عليك. دي انا عملتها معاكم في الفيديو ابو 50 جنيه زي ما قلت لكم. وكده الفيديو يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، بحبكم كتير.